طريقة ديال التسجيل في التكوين المهني. اول حاجه كتدخلوا ofppt.ema، ولكن ما كديروش هاد انسكريبسيون اللي كتطلع لكم من اليسار، لا كتهبطوا لتحت كاع. من بعد كتلقاو هاد الميساج اللي كيكون عندكم هنايا اللي مسيليكسيوني بالخضر، كيكون فيه الموقع الجديد ديالهم اللي هو www.myway.ac.ema. كتدخلوا للموقع، غادي نخلي لكم في رابط الوصف. كيكون عندكم ديجا واحد الكونت محلول اللي كيكون ديجا داخل، اما شي واحد ما كيكونش داخل كيعطيه يدير انسكريبسيون جديده. مثلا انا راني غادي ندير انسكريبسيون جديده. الا كان ديجا عندك الكونت راه ساهله، راه ما غاديش تحتاج شي حاجه اللي صعيبه. غادي دير الجيميل ديالك وغادي دير مود باس اوبليي، غادي تكتب الجيميل ديالك، غيوصلك واحد الكود. داك الكود غادي تكونفيرمي به واحد المود باس جديد ديال الكونت ديالك. من بعد كتدخل تسجل عادي الا كنت مسجل من قبل. اما الا ما كنتش مسجل من قبل كدير تسجيل عادي. بالنسبه للناس اللي عندهم البكالوريا ديال هاد السنه 2024 او اي سنه جديده، مهم اللي ما عمرهم ما تسجلوا في التكوين المهني وباغيين يتسجلوا، راه عادي انك خصك تدخل عادي. يعني ماشي تدخل على اساس انك ديجا مسجل. اللي ديجا مسجل هو اللي يدير ريكيبيري لو مود باس. اما اللي عاد غادي يدخل السيت اول مره وعاد غادي يتسجل اول مره، راه قضيه سهله. يعني ما غاديش تحتاج شي واحد اللي غادي يمشي يسجل لك ولا شي حاجه. كترجع هكا لهاد الصفحه، من بعد كدير سيغي فوتر كومبت اون كالكي انستونت. من بعد كديرها، كدير بحال اللي غادي تسجل كونت جديد. كدير هنايا واش ذكر ولا انثى. من بعد كدير هنايا السميه ديالك، هنايا الكنيه ديالك. من بعد كدير لا دات دو نيسونس، تاريخ الازدياد، رقم الهاتف يكون خدام كتخدم به. من بعد كتختار سيليكسيوني الجهه ديالك، كاينين هنايا هاد الجهات هادو. من بعد كدير لا فيل ديالك. من بعد ما كديروا كونتيني، هنايا رقم البطاقه الوطنيه مثلا اف ولا اي حاجه، ولا اف جي اف مثلا، ولا هكا. المهم رقم بطاقه وطنيه. هنايا كدير الكود ديالك الجديد. هنايا كتعاود تكتب الكود ديالك هنايا، وهنايا عاوتاني كتعاود تكتب الكود ديالك، نفس الكود اللي تكتبوه هنايا تعاود تكونفيرميه. من بعد كدير سيغي ان فوتر كونت. من بعد شنو كيطلبولك كدير هنايا بعد هاد الخانات كاع نسيتهم. هنايا كدير النيفو فاش اخر مره حبستي الدراسه ديالك، واش في الليسي ولا في الكوليج ولا باشولير. هنايا الايميل مثلا ايميل، اي ايميل عندكم في التليفون كديروه، فهمتوا؟ المهم داك الايميل هو اللي غادي تكونفيرمي به الحساب ديالك. غير هو ايميل خصو يكون خدام ديما وعندك في التليفون ديما، باش انك نتايا تكونفيرمي به الحوايج ديالك، سواء تكوين مهني ولا اي بلاصه اخرى. صافي، هذه هي خوتي الطريقه ديال التسجيل. من بعد ما كتسجلوا كتريقلوا المسائل ديالكم، نوريكم الطريقه كيفاش تختاروا الشعبه اللي بغيتو ديروا. ابار الشعبه كيفاش تفاليديو الدوسي ديالكم.